عمرو أديب بيتوعد مرتضى منصور وبيقول له هحبسك مرة تانية، وكمان بيقول على محمود الخطيب إن أكبر غلط عمله إنه اتصالح مع مرتضى منصور وإنه ما حبسوش. تعال أقول لك إيه اللي حصل. عمرو أديب عمال بيخبط في مرتضى منصور، وطبعا كلنا عارفين مرتضى منصور مش هيسكت، ولكن الحكاية بدأت من انسحاب الأرض بتاع 6 أكتوبر اللي خدها الزمالك، ولما نادي الزمالك طلع بيان إن انسحاب الأرض دي كان السبب فيه هو مرتضى منصور. طبعا مرتضى منصور كان رده على بيان نادي الزمالك ان البيان دوت جاله في وقت المية كانت قطعة فيه، وانه استخدم البيان دوت الاستخدام المناسب ليه، وطبعا ايحاء سيء جدا من مرتضى منصور. عمرو اديب قال هو مين اللي بيحمي مرتضى منصور في البلد ديت؟ مرتضى منصور كان الاول بيتم استخدامه، لكن دلوقتي محدش هيستخدمه في حاجة، وان هو واولاده كانوا مبوظين نادي الزمالك، وان مفيش اي فرصة خالص للرجوع لنادي الزمالك. عمرو اديب طبعا قال انه هيحبس مرتضى منصور مرة تانية. مرتضى منصور قال له تحبس مين؟ ده انت سيديهاتك كلها معايا. كمان مرتضى منصور قال انه النهارده هيطلع بالصوت والصورة ويطلع بقى السيديهات كلها ويفضح الناس كلها. انتوا بقى قولوا لي في الكومنتات تفتكروا مين اللي معاه حق، عمرو اديب ولا مرتضى منصور؟ وهل فعلا مرتضى منصور له دخل في انسحاب الارض بتاع 6 اكتوبر بتاعت نادي الزمالك ولا لا؟